للمرة العشرين معاكم هنحل النهاردة كل المشاكل اللي واجهتنا في المعجون السحر لإزالة الشعر بدون ألم تماما، وكمان بيأخر ظهور الشعر. هقولك هياخد وقت قد ايه معاكي بالظبط على البوتاجاز علشان الناس اللي قالت لي ان هو بنشف معاها. تمام كده. وهقولك على تركة تحفة جدا الدكتور بنفسها قالت لي عليها قسما بالله، وانتي بتشيلي الشعر مش هتحسي غير بألم اللي هو بسيط جدا يكاد لا يذكر، كأنك اصلا مش حاسة بيها. هنعمل ايه؟ هنجيب اول حاجة يا بنات بنفس الكوباية، كوباية من الخل الابيض عليه كوباية من السكر. تمام. الخل يا بنات في السوبر ماركت بيبقى نوعين، في نوع من احنا بنستخدمه للتنظيفات، وفي نوع تاني بيكون للخضار، فانت دايما بصي على الازازة اللي مرسوم عليها خضار. تمام كده. هناخد كوباية من السكر، كوباية من الخل، نرفعهم على النار وعلى اصغر عين موجودة عندك على البوتاجاز. سيبي النار عالية زي ما هي لحد ما يبدأوا يغلوا. بعد كده هدي النار للوسط، كل ده على العين الصغيرة بتاعة البوتاجاز. تمام. هتحسبي بالظبط 6 دقايق، 6 دقايق بالظبط، ونبدأ نعمل الاختبار. وركزي جدا جدا في لون المعجون او السويت اللي بيتعمل قدامك دلوقتي. شايفين لونه بدأ ان هو يصفر حاجة بسيطة، وعدى عليه 6 دقايق. في الوقت ده بكون مدخلة طبق صغير جوه الفريزر بحيث يجمد معايا او الطبق نفسه يسقع. تمام. بعد كده هخرج الطبق وابدا اخد عليه نقطتين كده من السائل بتاعي، واعمل الاختبار الاول اللي احنا هنطلع منه السويت اللي بيشتغل على البشره. تمام. بس طبعا لا احلله لنمص الحواجب. وبالنسبه للناس اللي قعدت تقول انت شيخه وبتحللي وتحرمي، كل واحد عارف دينه بيتكلم في ايه. وانا من باب ابراء الذمه لازم ان انا اذكر ده. انا نفسي اللهم بارك ليا 20 سنه ما بعملش حواجب، فبالتالي لازم ان انا اقول كده في الفيديو. تمام. المهم يا بنات، بعد ما عدى 6 دقايق بالظبط اخدت نقطتين كده على الطبق الساقع ده. اول ما عمل يعني خيوط كده بين صوابعي كده، خلاص هو استوى. يبقى بعد اول 6 دقايق انا هاخد شويه كده، وده اللي هستخدمه للسويت المعطر للجسم. بعمل ايه؟ اخدت شويه منه على نص كيس من الفانيليا، بتدي ريحه حلوه جدا، ونقطتين علشان وانت بتشتغلي بالذات في البشره يديكي لون بينك حلو كده. نقطتين من لون الغذاء الاحمر، وقبل كده عملته معاكم بالكركديه كان خطير. تمام كده. او الشمندر، مش الكركديه، لا البنجر يا بنات، البنجر. تمام كده زي الفل. بعد كده رجعت تاني اكمل سوا بقى السويت بتاعي. شفت اللون الذهبي الفاتح اللي انتوا شفتوه ده؟ في الوقت ده باخد كوره وابدا اكورها بين ايديا. خلاص هي اتكورت، بقفل عليه النار وانزله من النار على طول. ما سيبهوش يغمق اكتر من كده، هتلاقيه حطب معاكي وبقى ناشف. هل له علاج؟ هقول لكم برضو واحنا شغالين. تمام. جبت طبق دهنته نقطه زيت بسيطه جدا جدا. في ناس قالت لي انت حطيتي زيت وده هيفصل السويت وده كذب انا مش عارفه اقول بصراحه، فمش هعلق اصلا يعني. المهم هنحط نقطه زيت بسيطه جدا، ما تغرقليش الطبق زيت هو طبيعي هيفصل. نقطه بمسح بيها الطبق، انزل عليها السويته، اقلبه تقليبه حلوه، علشان السويته دي مع التقليب ده ما بتسحش معايا وانا بشتغل. ولو قعدت معايا شهر لقدام مش هتنشف برضو معايا. تمام. او تلاقيها سايحه مثلا، او مطلعه ندى ميه كده. خلاص كده. هنيجي بعد كده للقماشه اللي انا قطعتها دي. اي قماش عندك خفيف ده هنستخدمه بديل المناديل لازاله الواكس. هنيجي بعد كده، ده كريم يا بنات هقول لكم اسمه بقى ربنا يسترها، اسمه بريدوكاين. تمام كده. هتجيبي الكريم مش المرهم، ده موجود في اي صيدليه، وده الدكتور قالت لي عليه لان انا جسم حساس شويه، فكانت قايله لي عليه. قلت لها ما عملش اي حاجه. قالت لي طب انت حطيتيه ازاي؟ قلت لها دهنت طبقه 10 دقائق وبعد كده مسحتها بفوطه وبدات ان انا اشتغل. قالت لي لا، طبقه ايه؟ لازم يكون جلدك نفسه انت مش شايفاه. يعني بتحطي طبقه محترمه من الكريم على المنطقه اللي انت عايزه تزيلي منها الشعر، وتسيبيه قد ايه؟ 45 دقيقه. انا سبته 10 دقايق اول مره، 45 دقيقه. طيب بعد كده امسح بمنديل؟ لا، تروحي تغسلي المنطقه كويس جدا جدا بالميه وتنشفيها وابداي اشتغلي. قسما بالله ما هتحسي باي حاجه خالص، قسم ربنا يحاسبني عليه. هتسيبيه 45 دقيقة. اعمل اختبار ازاي؟ حط ايدك على المنطقة، حط روسيها كده، روسي ايدك مثلا. لا مش حاسة مش حاسة اساسا ان انا ضفري مثلا جه ناحية ايديا كده. خلاص مفعول واشتغل. ابدأ ان انت شيليه واغسليه كويس جدا ونشفي المنطقة وابدأ اشتغلي.
تمام كده. وعلشان ما نبهدلش الهدوم بنجيب كيس بلاستيك نقصه نفس القصه اللي انتوا شايفينها دي، زي الاندر كده، بتقفلي الكيس، بتطبقي الكيس على نفسه، وبتيجي كده من الزاويه من تحت تقومي ايه واخده مثلث كده لفوق، بيديكي شكل الاندر بالظبط. هتلبسيه وبعد كده الاندر بتاعك فيه او الشورت، وهتسيبيه 45 دقيقه. تمام كده. على اي منطقه بقى، ايديكي رجليكي جسمك، هتحطي على اي منطقه بالطريقه دي. لو رجلينا برضو هنلف راب بلاستيك، او نحط كيس بلاستيك، او نقعد بقى قدام التلفزيون، او نقرا اي حاجه بقى انت بتعمليها. المهم، طيب بعد ما خلصنا، الناس اللي ايديها بتسيح، في ناس كده ايديها سخنه، مجرد ما تمسك السويت تلاقيه لزق في جسمها، او الجسم كله عندها بيلزق او بيطلع ميه، هتجيبي النشا او بودر الجسم، تبدري جسمك كله الاول، وتبدري ايديكي اللي ماسكه السويته دي، علشان لما تسخن وتسيح في ايديكي ما يحصلش حاجه. تمام كده. وفي ناس تحط السويت على جسمها تطلع تاني، هي ما بتشيلش حاجه، علشان جسمها بيكون سخن، الجسم نفسه بمندي ميه. خلاص كده. فاحنا بنشيل الحاجات دي كلها بالنشا او بودر الجسم. نرجع بقى للسويت بتاعنا بعد ما كنا دعكناه كويس جدا في الطبق وسيبناه شويه. بمسك بقى السويته وابدا ادلكها كويس جدا جدا بين ايديا. حسيت ان السويته بتاعتي نشفت، انا عماله ادلك فيها وناشفه جدا جدا، هعمل ايه؟ حاجه بسيطه قوي وما تكتريش منها، يا دوبك تبلي ايدك بالخل. تمام كده. وترجعي تدعكي السويته بيها مره تانية، هتطرى معاكي جدا، ما تقلقيش، بس ما نكترش بقى علشان ما تسحش معانا، احنا بنعالج بس. المهم، بعد ما خلصنا ده بيكون لون السويته بتاعنا لونها فاتح. شايفين انا ببل ايدي حاجه بسيطه جدا. لو حسيت، انا هي عندي طريه بس انا بوريكم، لو حسيت ان هي ناشفه، يا دوبك حاجه كده في ايديا خلي بسيطه. والناس اللي بتقولي الحياء فين ومش عارفه ايه، في بنوتات صغيرين مامتهم متوفيه، بدل ما يلجأوا لحد كده ولا كده، المحتوى بفضل الله بمنتهى الاحترام، وده محتوى نسائي اكيد، فاكيد حضرتك او كده شايف الفيديو، اكيد من باب الاحترام نفسك انت ما تدخلش الفيديو. والستات نفسهم بيقولوا الكلام ده، بحس ان هم اساسا في البطاطا، يعني في لا لا لاند، فمش هتكلم كتير عليكم اخواتي في الله. المهم، عايزه احفظها، انا عملت كميه، هجيب كيس هدهنه دهنه بسيطه جدا جدا من الزيت، بقوم مطبقه كده السويته جواه واحطه فيه واقفله. بحطه في اي مكان ما يكونش حر، يعني في درج التلاجة من تحت، ده اكتر مكان ما بيوصلوش البروده قوي، كده مكان يعني ايه ما يكونش حر جدا، بس في نفس الوقت ما يكونش تلج يعني. المهم، بعد كده هنبدا نستخدم السويته ازاي، وده للبنوتات اللي هم، او مش يعني الانسات، او اللي ما بيعرفوش يستخدموا السويت، لان في بنات نفسهم بعد الزواج كانوا بيعيطوا حرفيا، بتقولي قسما بالله انا دخلت الحمام قعدت اعيط لان انا مش عارفه استخدمها ازاي. تمام كده. ده من الفيديو اللي احنا نزلناه قبل كده، وشكرتني جدا ان الفيديو بتاعنا كان منقذ ليها، وده الغرض من الفيديوهات دي. هنبدا نعمل ايه؟ ما تعذبيش نفسك، عملتي كوبايه سكر هتاخدي الكوبايه كلها، ما تقعديش تقطعي لي حته صغيره وتعذبي لي في نفسك. هتمسكي انت كده كده حاطه الكريم، فانت مش حاسه بحاجه، بس عايزين ننجز، مش هنقعد ساعتين ثلاثه نعمل. تمام كده. بتمسكي حته السويته بايديكي بقى الاتنين، تقومي شاده كده لفوق، تسيبيها ثانيتين الشعر يكلبش فيها، وتقومي شاده العكس. بفرد السويته في اتجاه الشعر، واشد يا بنات عكس اتجاه الشعر. خلاص كده. وخلي دايما عندك حته كده في التلاجة، كل ما شعر يطلع ابدأي شيليه. بعمل كويرتين كده صغيرين بين صوابع الاتنين كده، واشيل اي شعر اول باول. هتلاقي نفسك ما بتتحطيش في موقف ان انت محتاجه تشيلي شعر جسمك كله، او تلاحظي ان جسمك كله بقى شكله مش حلو. لا، دايما خلي حته السويته الصغنطوطه دي بين صوابعك، وشيلي اي حاجه ممكن تظهر في اي وقت كده على مدار الشهر. خلاص. دي كانت بالنسبه لاستخدام السويته. انا مش عارفه عملت حته الرخامه ولا لا، علشان انا بتكلم وسايبه والله الفيديو قدامي شغال. المهم، بعد ما خلصنا، احنا هنيجي كده للمناديل دي بقى للواكس. احنا كده خلصنا السويت بتاعنا، ونقول زي ما قلنا نفرده اتجاه الشعر، نشد عكس اتجاه الشعر، بس نستني ثانيتين، استني ثانيتين، هتتشدي معاكي وتخلصي في ثانيه.
تمام. هنيجي بقى للسويت هنا بعد ما برد معايا تماما، بديله تقليبه حلوه، واجيب اي سباتول، راسي السباتول كده كانك بتفردي مثلا بفرشه، وبرده بتفردي الوكس ده في اتجاه الشعر، وتقومي وتستني ثانيتين وتشدي عكس اتجاه الشعر. ده طبعا هيكون للبشره، صوابع ايدينا بقى مثلا، وشك كله، في الشنب، في مش عارفه ايه، في الحاجات دي، بيدي لون خطير، وحرفيا بيشيل كل الجلد الميت. ايه الجلد الميت ده؟ واعرف ازاي ان انا عندي؟ عارفه كده لما تيجي تشد بالسويته تلاقي طبقه بيضه، طبقه بيضه جوه السويته، هو ده الجلد الميت اللي بيعمل لنا بعد كده جلد الوزه والشعر يطلع تحت الجلد. تمام. نجرب كده على الايدين الحلوه دي، هنبدا نفردها كده في اتجاه الشعر. بعد كده بحط المنديل، المناديل دي اي حاجه في اكياس كده بناخدها من السوبر ماركت اللي هي القماش دي، تحفه، هاتيها قصقصيها، ودي هتكون معاكي بديل المناديل. تفردي في اتجاه الشعر ثانيتين، شدي على طول، هتطلع معاكي تبارك الله. شايفين اهو، عشان في شعر فالصورة واضحة أكتر ما أنا بتكلم. أتمنى حقيقي تجربوه النهاردة، أكون رديت على كل حاجة، لأن الرسائل تبارك الله طلعت ناشفة معانا، إيدينا ساحت وإحنا بنشتغل. اللي عجبتهم جدا بفضل الله، ودي كانت أكتر حاجة بسطتني، بالذات البنوتات اللي هم متزوجين حديثا وما كانوش عارفين يستخدموها أصلا، فالفيديو كان حلو جدا ليهم، وده الغرض زي ما قلت لكم. الفيديو خلص، مع السلامة.